السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، ازيكم يا حلوين؟ يا رب كده كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، وشكرا لكل تعليقاتكم الجميلة، كلامكم الإيجابي اللي دايما كده يعني بيجبر بخاطري، فربنا يجازيكم زيه كده وأكتر يا رب. بصوا بقى النهاردة الفيديو بتاعي أنا حابة أتكلم فيه عن رسالة جاتلي على الخاص من أخت بتتابعنا وبتسمعنا دلوقتي. بتقول تجربتها وقالت لي: يا ميادة، انا عايزاكي تنزلي لها فيديو مخصوص وتقولي للناس كلها عن تجربتي وعن اللي حصل لي، لاني انا عايزاهم ما يدوش امان لاي حد حواليهم مهما كان الحد ده قريب منهم قوي قوي قوي، حتى لو كان مامتهم او باباهم. فبصوا بقى انا هدخل لكم في الموضوع على طول واحنا بنتابع الفيديو مع بعض. بس بالله عليكم استحلفكم بالله تحطوا لايك لاختكم كده، انزلي تحت الفيديو حطي اللايك وتعليق كده بسيط يا جماعة، ولو حتى حطي نقطة ايموشن. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ان انت تحطي لي تعليق علشان الفيديو بتاعي يترفع والكل يشوفه. حبايبي، اختكم اسمها، احنا مش هنقول اسم وهمي، مش هنقول اسمها، بس هي دي قصة حقيقية يا جماعة. اختكم اسمها امل، وامل دي اتخطبت مدة 4 شهور لواحد، يعني هي بتقول ان هو محترم جدا وابن اصول وبني ادم كويس. وهو كان بيسافر برا مصر، وهي كانت عارفة ان هو بعد الجواز هيسيبها وهيسافر، وعلى كلامه ان هو هيجي يبعت لها في يوم من الايام زيارة وهتروح له البلد اللي هو فيها. عاشت امل وتزوجت، وبعد الزواج كانت شقتها في بيت عيلة فوق حماتها، وكان جوزها ده اول واحد في اخواته يتزوج في بيت العيلة. كان له اخ بس كان اخوه ده لسه بيدرس. عاشت امل بنت الاصول المحترمة اللي عارفة ربنا كويس جدا وبتتقي ربنا في كل تصرفاتها. فجاء جوزها زي اي راجل بعت لها تاب وقال لها علشان نعرف نتكلم، يعني صوت وصورة زي اي زوج ما بيكلم زوجته. فجبعت لها التاب، وان امل مش بتعرف تنزل اي برامج، طلب من اخوه ان هو ياخد التاب من زوجته وينزل لها البرامج المعتادة اللي اي حد بيتكلم فيها صوت وصورة خارج مصر. وهنا بقى علشان حماتها قعدت فترة ما كانتش تعرف حاجة عنهم، لانهم هم اتفقوا مع بعض ان هم بعد الجواز سر بيتهم ما يطلعش لحد خالص، ان مامته ما تعرفش هو بيقبض كام، هو بيعمل ايه، هو بيشتري ايه، ما تعرفش عنه حاجة اكتر من ان هو يكون بار ليها، بيتصل يطمن عليها، بيشوف طلباتها، بيبعت لها مصروفها. اكتر من كده هي ملهاش ان هي تعرف. وان الام دي او حماتها كانت سليطة جدا جدا جدا، واخوه كان ناقص تربية. راح اقترح على مامته ان هم ينزلوا برنامج تجسس لاخوه ولمراته علشان يعرفوا عنهم كل حاجة. وبالفعل اخد التاب من مرات اخوه ونزل لها البرامج، ونزل لها كمان برنامج التجسس. وهنا الام بقى كانت بتتجسس على مرات ابنها، بتشوفها صوت وصورة هي واخوه وعارفين عنهم كل حاجة. فكانت لما بيحصل محادثة بين مرات الابن وحماتها، كانت دايما الحما بتقع بلسانها كده بحاجات محدش عارفها، لدرجة ان الزوجة شكت في جوزها ان هو يكون هو اللي بيقول لمامته، بالرغم ان هم اتفقوا مع بعض ان هم مش هيقولوا لحد. فجت تسأل جوزها قال لها: انا ما قلتش حاجة وانا ما كلمتهاش في حاجة. فمن هنا بدأ الشك يدخل في قلبها، ازاي هي عارفة ده وده 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 وجوزي ما قالهاش. فحبت ان هي يعني تختبرها في يوم، ان هي فتحت فيديو مع جوزها وكانت لابسة حاجة معينة، و المهم ان هي كانت شارية حاجة يعني زي عباية او حاجة زي كده ولبستها لجوزها. فبعد الفيديو ده اخدت بعضها وراحت لحماتها.
قالت لها انا بفكر ان انا اشتري عباية للعيد، والعيد داخل علينا وكده، وانا بفكر اشتري عباية جديدة، ده فلانة عندها عباية حلوة قوي وانا عايزة اشتريها وكده. فلقت رد حماتها عليها: هو انت بتضحكي عليا؟ ما انت جبتيها بالفعل. هو انت ازاي؟ ما انت اشتريتيها وكمان لونها باللون الفلاني. فهنا خلاص هي اتأكدت. الست طبعا بالفطرة، والست كبيرة في السن وقعت بلسانها زي ما اي حد بيقع بلسانه. وهنا بقى الزوجة اتأكدت ان في حاجة غلط بتحصل. اتصدمت صدمة عمرها، وما جرتش زي الهبلة على جوزها وعملت مشكلة لان جوزها كان بني ادم محترم. اخدت التاب وادته لاخوها، واخوها راح لمهندس وشاف التاب، لقى عليه برامج، مش برنامج واحد للتجسس، لا ده برامج مربوطة بتليفونين، بتليفون اخو الزوج وبتليفون امه. عايزاكم تتخيلوا ان هي كانت بتكلم جوزها وهم قاعدين شايفينها صوت وصورة. انتوا متخيلين يا جماعة ان الدنيا ما عادش فيها امان؟ انتوا متخيلين الوضع؟ المهندس قال لها بالفعل في برامج معمولة للتجسس على التاب، حذف لها كل البرامج دي وأمن التاب تأمين شامل. وهي بقى يعني احتفظت بالسر ده وبالستر لنفسها، وقالت انا هستر عليهم ومش هقول لجوزي ومش هزعله ومش هغيره منهم، واحتسب عملي ده عند ربنا عز وجل. وهي حبت تقول لكم تجربتها علشان تاخدوا بالكم ما تدوش امان لاي حد من حواليكوا. يعني دول اقرب الاقربين. ام زوجها ست كبيرة في السن وواعية وعارفة هي بتعمل ايه، وما تقبلش على بناتها كده. لا، عملت يعني هي هدمت ستر. فالدنيا ما عادش لها امان. عندك بنات، عندك صبيان، وانتي خارجة في ايديكي ما تسيبيهمش لاي حد مهما كان، عمه، خاله، عمته، سته. ما تسيبيش عيالك لاي حد مهما يحصل. عيالك معاكي في حضنك، رايحه مشوار خدي عيالك معاكي، لبسيهم وخديهم معاكي، ما تسيبيش عيالك. وخدوا بالكم يا جماعه ما تدخلوش حد بيوتكم كمان، مش اي حد يدخل بيوتكم. هدومكم ما تدوهاش لحد، الهدوم بتاعتكم المستعمله ما تديهاش لحد قريب ليكي. ادي الهدوم لحد غريب ما يعرفكش نهائي، زي جمعية شرعية. دي كانت نصيحتي لكم النهاردة في الفيديو ده، والقصة حقيقية في رسالة جايالي. فبتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منها. بصوا بقى الفيديو بتاعي، قولولي بقى رأيكم فيه النهاردة في التعليقات. وهو فيديو مشجع جدا. بالنسبة للمكنسة كان لازم ان هي تتنضف، لانها جات لي في وقت من الاوقات كنت باجي اشغلها احس ان هي طالع منها ريحة مش حلوة، فكان لازم ان انا انضفها. رحت فكيتها كلها 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 وشلت الكيس بتاعها، ده الكيس اللي بيكون فيه تراب. طبعا المكنسة مش بتشفط مية، فممكن احيانا تشفط معاكي مية واقعة على الارض، او عصير واقع على الارض، او اي حاجة. لو عندك اطفال الامر ما يستغناش، فالحاجة دي مع التراب بتعمل ريحة مش حلوة. اخدت الكيس مع كيس المكنسة، وجبت كيس كبير كده وفضيته فيه، وقلت بقى ايه، انفضها الاول. اخدتها في الجراج ونفضتها زي ما شفتوا. بعد كده دخلت على البانيو، جبت الجردل المسح ده، مسح الارضيات، ومليته ميه واريال. ويا سلام لو حطيتي بقى حبه كلور الوان، يا سلام. وغسلت جسم المكنسه بس اخدت بالي طبعا ان مفيش ميه توصل للموتور. مسحت جسمها بالفوطه المبلوله كويس جدا جدا جدا. خرطوم المكنسة بقى انتوا شفتوا بقى طريقتي في غسيله، كنت كل ما بنزل فيه مية سخنة بينزل تراب واوساخ. عايزة اقول لكم الحاجات دي كلها بتسبب روائح كريهة اثناء تشغيل المكنسة. نشرته كده في الشموسة القمر الجميلة. وبالمرة بقى قلت انا هدومي غرقت مية، لميت الباسكتات من الاوض بتاعت ولادي ومن الشقة كلها، وقلت برضو اغسلها واطلعها الشمس. بصراحة اليوم النهاردة كان شمسه حلو قوي، وكانت مشجعة كمان. قلت اغسل باسكتات كده واحط لها اكياس نظيفة ونعطرها كمان. قولولي بقى يا جماعة، انتوا بتعطروا سلات القمامة ازاي؟ بصوا بقى، انا طريقتي ان انا بنضف الباسكت كده، وبجيب اي معطر
انا بستخدمه. ممكن كمان اجيب مكعب مسك، بس الكلام ده لما بيكون مزاجي حلو بقى، بكون رايقة يعني زي ما بيقولوا. بجيب مكعب مسك وببشره كده بشرة بسيطة في قاع الباسكت، وبعد كده بحط الكيس بتاعي وبس. بالنسبة للمكنسة برضو لو عندي مسك، الصراحة انا ما كانش عندي مكعب مسك في الوقت ده، بس كنت بتمنى ان هو يكون موجود معايا. ببشر منه برضو في كيس المكنسة، الصراحة بيخلي ريحتها تحفة يا جماعة. وريحته بقى بتقعد مدة طويلة عن المعطر. المعطر لو رشتيه بتيجي تاني يوم بتلاقي ريحته ولا كأنك حطيتي حاجة. كمان الزيوت العطرية ثابتة، إلى حد ما ثابتة. كده خلاص ما شاء الله اللهم بارك، ظبطت المكنسة وروقت عليها عشان كمان خاطر الموتور ما ينفعلوش التراب، التراب ممكن يخربه. وادي الباسكتات، كنت برش ورشة المعطر في قاع الباسكت كده وبلبس الكيس. ما تنسوش يا بنات تشجعوني باللايك، وتنزلوا في التعليقات تقولوا لي رأيكم في الفيديو، بتتابعوني من انهي بلد، وخلوا التعليقات وسيلة تواصل ما بيني وما بينكم. بجد مبسوطة بوجودكم معايا جدا، وبحب اشكركم من كل قلبي على وجودكم ووقفتكم الحلوة معايا ودعمكم وسندكم ليا. دمتم لي وفي رعاية الله، والسلام عليكم.